يا عم محمد، بلجيكا. اه ده قلق ده قلق. ما الواد دوكو هيلعب على هي. طب بص، هنتصرف ما تخافش. مين تاني؟ ايران؟ لا يا عم، ده انت بس ادي لنا الكابتن حسام يجيب حسين الشحات، واخد بالك على اسمه حسين السيد، فاهم؟ وهنخلي علي محمد علي المعلق وهترزق، مالكش دعوه. بس يا عم نيوزيلندا ايه يا عم؟ ما تخافش، ده احنا يعني انت فاهم نيوزيلندا بقى ماتشها مضمون بقى، انت فاهم بقى، انت جيت في الشغلانه ولا ايه يا عم؟ تصدق بالله لو كابتن حسام حسن هو ونسيبه وقريبه وكابتن ابراهيم واي حد من عيلته واهله كلهم هم اللي بيسحبوا القرعه دي، مش هتلاقي اسهل من كده. بس عارف حاجه برضو، ان في 2018 لو الناس، اصل الناس بتنسى، والله الناس بتنسى، يعني في 2018 ايه مجموعتنا كانت اسهل من دي. انت معاك اوروجواي اللي هي اقل من بلجيكا، معاك اسمها إيه؟ روسيا اللي هي عملت مفاجاه وبتاع وقالوا منشطات ومش عارف ايه، بس برضه ما كانتش منتخب تقيل يعني، صباح الفل. كان معاك السعوديه اللي هي في مستواك او اقل كمان، انت على الاقل كان عندك محمد صلاح في التوب فورم ساعتها، والسعوديه دي كانت من اقل، مع الاحترام لاي حد سعودي يعني. وعادي يا باشا، طلعت حصاله وخسرت الثلاث ماتشات عادي. فيعني ايه، مش معنى ان هي المجموعه سهله، لا عادي، انت قبل كده كل ما بيبقى معاك مجموعه سهله بتاخد على وشك وتطلع بره عادي خالص. فبتتعمل قرعه كاس العالم امبارح بالليل، وبنشوف ان منتخب مصر بيرزق باسهل مجموعه للعرب نظريا، وان في ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله منتخبات عربيه تانية جالها مجاميع، يعني ربنا يستر. فاحنا النهارده جايين عشان نتكلم عن قرعه كاس العالم، وكل منتخب عربي هيعمل ايه ومين هيصعد. هتقول لي يا عم ده لسه 7 شهور، اقول لك ما انا عارف، بس احنا يا عم بنتكلم بنتبسط مع بعضينا. فقبل ما نبدا في اي حاجه، ايه، تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله، وتتفرج على الفيديو. لو عجبك حط لايك، ما عجبكش يا عم حط لايك، مش هتخسر حاجه. ويلا بينا نشوف كل منتخب عربي هيقدر يقدم ايه في كاس العالم، وربنا يستر. اول مجموعه معانا فيها منتخب عربي، وهي المجموعه بي. المجموعه بي اللي بتضم او بتشمل كندا مع قطر مع سويسرا ومع واحد هيتاهل من البلاي اوفس. المجموعه دي يعني لو انت حطيت فيها منتخبات عربيه كتير، يعني لو حطيت فيها الجزائر، حطيت فيها مصر، حطيت فيها ناس تانية، كان هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لهم. لكن انا بحس ان قطر يا جدعان عندها مشكله في البطولات المجمعه، يعني سهوله المجموعه ما بتفرقش بقى، ولا سهوله ولا صعوبه ولا مين معاهم في المجموعه. دايما قطر في البطولات المجمعه انا بحس ان هو منتخب ما بيقدمش جديد، فاهم؟ خصوصا كاس العرب شغال اهو، خير دليل. كاس العالم اللي هم نظموه برضو ما قدروش ان هم يعملوا فيه نتائج كويسه، مع ان مجموعتهم كانت كويسه جدا، مجموعتهم ما كانتش صعبه. انت محتاج ان انت يعني ايه تظبط الدنيا شويه، وتبدا تشغل مخك ان احنا ازاي نقدر نتصرف بشكل احسن في البطولات المجمعه. هل قطر عندها صعود ان هي تصعد؟ اقول لك لسبب واحد، ان انت دلوقتي عندك احسن توالد، فانت اللي هيطلع لك من البلاي اوفس على سويسرا على كندا، لو قدرت ان انت تاخد 3 نقط بس وتاخد مثلا فرق جونين، او تطلع مثلا 0-0 اللي دخل فيك قد اللي انت جبته، فانت ممكن تصعد احسن توالد بنسبه كبيره كمان. تاني مجموعه معانا فيها منتخب عربي، وهي جروب سي او المجموعه الثالثه، اللي فيها منتخب المغرب. منتخب المغرب اللي هو عشان ما نغيش مع بعض وما نضحكش على بعض، هو اقوى منتخب عربي دلوقتي على الساحه، سواء بالعناصر، سواء بالجوده اللي بيقدموها في ارض الملعب، سواء بطريقه اللعب بتاعتهم، فهم اقوى منتخب عربي، مش هنضحك على بعض ونتكلم كتير. فانت المغرب محطوطه في مجموعه بالنسبه لي انا شايفها مجموعه متوازنه جدا. ليه؟ انت معاك البرازيل، البرازيل هو منتخب قوي جدا وعناصر، والبرازيل ومش عارف ايه، بس انت لو بصيت لها برضه لا، البرازيل مش في احسن حالاته. يعني انت انك تاخد البرازيل احسن من انك تاخد انجلترا، انك تاخد اسبانيا، انك تاخد فرنسا، احسن من انك تاخد منتخبات تانية كتير. البرازيل بالنسبه لي ارحم منها. فانك يبقى معاك البرازيل، لا ومعاك كمان اسكتلندا ومعاك هايتي، فالمغرب على الاقل ضامنه 3 نقط من هايتي، دي مش محتاجه. واسكتلندا اقدر اقول لك كمان ان المغرب بمستوى وبعناصرها تقدر ان هي تاخد كمان 3 نقط من اسكتلندا، وعلى اقل تقدير خالص هتتعادل مع اسكتلندا، وده هيبقى نتيجه وحشه للمغاربه على فكره. فانا شايف ان المغرب هتصعد تاني هي والبرازيل مرتاح، ومش بعيد كمان انك تلاقي المغرب بتصعد اول، لان صدقني منتخب البرازيل، منتخب تونس اللي هو مع احترامي ليه عناصره اقل بكتير من منتخب المغرب، قدر ان هو يتعادل معاه عادي جدا. المغرب انا شايف ان هي اكتر منتخب، فاهم، اللي هو هيصعد، يعني اكتر منتخب عربي انت لو قعدت تحسبها مع نفسك الناس دي هتصعد تاني مرتاح، فاهم، وتبعد عن القرف واحسن توالت والعبط ده. ثالث مجموعه بقى فيها منتخب عربي، وهو جروب اف. جروب اف اللي فيه منتخب تونس. منتخب تونس اللي الصراحه انا شايف ان القرعه ما خدمتوش، لان انت معاك منتخب قوي جدا
زي هولندا، ولقوا معاك منتخب تاني قوي برضه، يعني منتخب زي منتخب اليابان، فهو منتخب قوي يا جدعان جدا ومن اقوى المنتخبات في اسيا، ده لو مش اقوى واحد. دي نقطه. تاني نقطه، اليابان بتتطور يوم عن يوم في الكوره، الناس دي بتعمل مشروع الوقت ان هم يقدروا ينافسوا على كاس العالم بعد 2030، فالناس دي شغاله. لكن تونس بالذات بعد اداء كمان اللي بيقدموه في كاس العرب دلوقتي، وان المنتخب العناصر المميزه اللي فيه او العناصر اللي هي اعلى بقى، اللي بتلعب مثلا كلاس ايه واللعيبه اللي هي فوق خالص قوي، او اللعيبه التقيله او التقيل قوي، مش كتير. العناصر دي مش موجوده كتير، خصوصا ان هم لا بتلاقي ان اللعيبه عندها 33 و34 سنه لسه بيلعبوا اساسيين زي مثلا فرجاني ساسي. فالناس دي، انت منتخب تونس واقع في مجموعه تقيله. انا شايف ان منتخب تونس حظوظه ان هو يطلع احسن توالد. ازاي بقى؟ والله انت تقدر، المنتخب اللي هيجي لك من البلاي اوفس تقدر ان انت تتعامل معاه، ممكن تاخد منه نقطه او 3 نقط، وتقدر ان انت بقى والله ايه عندك ماتشين تانيين تقدر ان انت تصعد فيهم ازاي؟ انك تاخد نقطه، تخطف نقطه مثلا من هولندا، مثلا تدافع مثلا 0-0 ولا 1-1 وترجع ورا، تقدر انك تخطف نقطه من اليابان. وارد، كل ده وارد، خصوصا ان موضوع احسن توالد ده بقى بيديك فرص اكتر، ان انت محتاج بس تكسب ماتش وهتبدا تخش في الحزب. رابع منتخب عربي معانا وهو بلدنا في القلوب متشالة، فاهمني؟ منتخب مصر العظيم، الفائز بكأس العالم بإذن الله، أول منتخب أفريقي بإذن الله يفوز بكأس العالم، والمنتخب الأعظم في تاريخ القارة، والأعظم في تاريخ العرب والأفارقة والأسيويين، وفاهم الأعظم في تاريخ أي عظيم أصلا. منتخب مصر اللي سبحان الله سبحان الله يا أخي، تحس إن حسام حسن، كابتن حسام حسن طبعا وكابتن إبراهيم حسن، يعني فاهم الدنيا ماشية سالكه، فاهمني؟ اللي هو الناس دي يعني فاهم بتصلي الفجر في الجامع كل يوم وبتقرا ورد القران، فاهم؟ ويعني الدنيا حباهم وماشيه معاهم، فاهم؟ بياخدوا بالنسبه لي اقل منتخب في التصنيف الاولاني، فاهم؟ سيبك من المنظمين لان كده كده الثلاثه المنظمين دول اقل كده كده، لكن اقل منتخب من اللي هم التوب، حتى اقل من هولندا بالنسبه لي على الاقل. وعندك والله فاهم ما خدتش هايتي راحت مع المغرب، تاخد نيوزيلندا. اللي انت لو وصلت لحد هنا في الفيديو يا ريت تنزل تحط لايك وتشترك في القناه، يعني ايه، خليك جدع. وفاهم لو عندك واحد صاحبك حد تعرفه، فاهم؟ يعني فاهم اي حد من العيله اي حد بتاع، ابعت له الفيديو قول له والله ايه الراجل ده بيمسي عليك، خش شوف الفيديو، فاهم؟ خليك جدع. يعني انت برضه شوف سبحان الله يا اخي، كسبانها لسه من شهر ولا من شهرين في البطوله اللي انت خدت فيها 4 من كرواتيا دي باين. لا ويبقى معاك مين تاني؟ سبحان الله ايران برضه. فان انت يبقى معاك ايران كمان، دي التالت منتخب يبقى معاك. اللي انت عندك مثلا تونس اقوى من ايران، عندك المغرب اقوى من ايران، الجزائر اقوى من ايران، انت اقوى من ايران، فمنتخبات كتير قوي في افريقيا، نيجيريا اقوى من ايران، ناس كتير قوي ما انت بتلعبهم كل سنه اصلا ولا كل سنتين في افريقيا اقوى من ايران دي اساسا. احنا ممكن نلعب برازيل وايطاليا نعمل عليهم ماتشات عادي جدا ونخسر من امريكا. كل ما تقعد مثلا مع حد ما شاء الله حد كبير في السن يقعد لك يا منتخب مصر، فين منتخب مصر وإيرا وتريكا والكلام ده، ويوم جاي يقول لك لا ماتش البرازيل، يا سلام على ماتش البرازيل اللي هو انت عملت ماتش على البرازيل وكسبت ايطاليا وبعدها خدت على وشك من امريكا 3-0 وطلعت، فاهم؟ هو منتخب مصر كده يعشق السسبنس، يعشق المباريات الكبيره، فاهم؟ ويجي قدام الفرقه كده نص نص، لا والله لا، يعني يعني ايه، هاتولنا حد، هاتولنا راجل، هاتولنا حد جامد نلعبه. بس بعد كل ده وبعد سهوله المجموعه، هل مصر ممكن تعمل حاجه؟ والله بص هقول لك على حاجه، في 2018 زي ما قلت لك في مقدمه الفيديو، المجموعه كانت اسهل من المجموعه دي على فكره. يعني انا شايف ان انت يبقى معاك السعوديه، منتخب انت عارفه وحافظه ومعاك بتلعب منه ناس كتير فاهم؟ يعني المفروض منتخب السعوديه انت تقدر تكسبه مع احترامي لاي حد سعودي. منتخب زي منتخب روسيا تكسبه عادي جدا يا جدعان، ده كان بيلعبك مش عارف لعيبه كده ما تفهمش. العيال كانت واخده منشطات بيقولوا ولا بتاع، انا مش عارف القصه دي الصراحه. بس برضه منتخب روسيا ما كانش منتخب قوي. منتخب الاوروجواي انت فضلت بتعادل معاه 0-0 لحد ما دخلوا فيك جون في اخر دقيقه باين ولا في اخر ثانيه، فاهمني؟ فانت برضه مجموعتك كانت سهله وخدت على عينك. فان انت دلوقتي تقول لي لا يا عم ده المجموعه سهله وكده كده هنصعد، لا لا، دي لو المغرب لو الجزائر لو ناس كتير قوي كنت ممكن اقول لك كنت ممكن اقول لك لكن انا مشكلتي مع منتخب مصر ان احنا عاشقين للاثاره، فاهم؟ يعني لو مشيناها منطق، فاهم؟ وبالراحه، فانت تاخد نقطه، تاخد 3 نقط من ايران بكل سهوله، وتاخد 3 نقط من نيوزيلندا، واقول لك على المفاجاه تاخد عادي جدا نقطه او 3 من بلجيكا. يعني فاهم؟ بلجيكا يا جدعان دفاعها، فاهم؟ يعني لحد من كام شهر ولا من سنه اندر فايرلد وفيرتونخن الناس دي كانت لسه بتلعب،
فاهمني؟ انت متخيل الناس دي كانت لسه بتلعب اساسيه عادي في المنتخب وهي بتروح. فهو منتخب بلجيكا ده بالنسبه لي هو فيه 2 فاهم، وبيبقوا 3. دوكو اللي هو يعني ربنا يستر، ربنا يستر بجد. يعني دوكو ده انت محتاج تلاعب محمد هاني وتلاعب اكرم توفيق 8 يمين فاهم، وسيبك من قصه زيزو بقى والهبل ده، مش هينفع. 8 يمين وتقول له ارجع مع محمد هاني، وتخلي صلاح فاهم، تقول له ايه معلش يا صلاح معلش عشان خاطري فاحنا بنلعب وعايزين نصعد وبتاع، ارجع معلش. وتجيب بقى معلش بقى معلش حقك عليا والله، محمد عبد المنعم اكيد ان شاء الله هيبقى كويس وهيلعب، معلش يا عبد المنعم رحل معاه، فتخلي عليه 4-5. لان هو بص الراجل ده عامل موسم تقيل، وهو اصلا كل الفرقه يعتبر يعني هو هيبقى اجمد واحد، لان لوكاكو خلاص يعني كتر خير الدنيا، ودي بروين خلاص راح ايطاليا وفاهم والعيشه ارتاحت، و34 35 سنه فالدنيا ايه مريحه على الاخر. اللي هو دي بروين ممكن يعمل لك حاجه، يعمل لك لقطه، يعمل لك بتاع، هيبقى قوي او هيبقى مخيف فعلا. بس في الاول والاخر الناس دي كبرت في السن خلاص، انت عندك واحد ورا اسمه كورتوا وعندك واحد قدام اسمه دوكو، شكرا. انت ممكن تطلع ب5 نقط بالمنطق ده، على اقل تقدير تطلع ب5 نقط فاهم. لو انت ما فيش خالص تطلع ب4، تخسر من بلجيكا وتاخد نقطه من ايران وتكسب نيوزيلندا، فهتطلع يا تاني يا تالت. يعني انت اسوأ سيناريو ليك انك تطلع تالت. انت لو طلعت بطريقه ما بعد الشر رابع دي فضيحه. فيا ريت ايه نيجي على نفسنا شويه ونحاول نعمل حاجه، عشان فاهم الواحد صدره ولع من التمثيل المشرف. المجموعه اللي قبل الاخيره وهي المجموعة اللي الحقيقة يعني ربنا يكون في عون أي حد راقي أو عراقي أو أيا كان بتتنطق إزاي، يعني مش قصتنا دلوقتي. وهي إن العراق دلوقتي هتلعب بلاي أوفس، ممكن تصعد إن شاء الله، ويا رب يا رب تصعد طبعا. بس هتصعد، المشكلة إن هي هتصعد هتلاقي النرويج، هتلاقي السنغال، هتلاقي فرنسا. ده افتراء والله يا جدعان، ده افتراء يا جدعان. ليه يا جدعان كده والله؟ ليه ما توزعوا الناس دي؟ المفروض تتوزع يعني، ما ينفعش ال3 دول يبقوا في نفس المجموعه يا راجل، والله حرام. معاك فرنسا اللي هي مرشح اول او تاني بعد اسبانيا مثلا للمونديال، اصلا ان هي تاخد البطوله. طب بتخيل تاخد البطوله، ده المرشح الاول او التاني فاهم؟ انت فاهم احنا بنتكلم في ايه اساسا؟ حلو. ومعاك السنغال اللي هي اقوى منتخب او تاني اقوى منتخب في افريقيا كلها، انت فاهم القصه؟ لا ومعاك مين تاني؟ ومعاك النرويج اللي فاهم راحت بعتت ايطاليا على الملحق، كسبتهم رايح جاي وخدت النقط كلها باين، ولا تعادلت ماتش واحد فاهم يعني، ومعاهم واحد تنين قدام. فانت الصراحه ربنا يكون في عونك فعلا. منتخب العراق انا بشوف ان هو منتخب بيتطور، يعني بقاله كذا سنه في تطور ملحوظ في ادائهم، والناس بادئه ان هي تشتغل وبتحاول تعمل حاجه. بس ان انت هتقع في مجموعه زي دي فالموضوع صعب جدا، صعب جدا انك تاخد نقطه اساسا. انا شايف ان للاسف المنتخب اللي انا شايف ان صعب قوي حظوظه ده لو اتاهل، يعني المشكله ان انت كمان لسه هتلعب بلاي اوفس، فلو اتاهلت ساعتها بقى يبقى نشوف فاهم. يعني انت العب دلوقتي انك تتاهل وادعي، يعني شوف ندعي بقى ونصلي فاهم، وربنا يكرم ان شاء الله بكل خير فاهم. والكلام ده لكل المنتخبات، لان انا عارف في الاخر بص احنا ناس بنحب التشويق فاهم، نحب الموضوع حتى لو سهل بنحب نعربه على نفسنا احنا فاهم. الدماغ دي محتاجه بس ايه وش صنفره كده بس، والله هنبقى في حته كويسه. نروح بقى لاخر مجموعه فيها فرق عربيه او منتخبات عربيه، وهي المجموعه اللي انا شايف ان دي اكتر مجموعه فيها حظوظ ان الفرق العربيه تصعد مع مجموعه المغرب مثلا، مجموعه مصر لو لعبنا كوره يعني. وهي المجموعه اللي بتضم الاردن، بتضم الجزائر، بتضم النمسا، وبتضم الارجنتين. انا شايف ان انت حظوظ الاثنين عاليه جدا، وخصوصا ان منتخب الاردن عناصر منتخب الاردن مش ان العناصر التقيله قوي، بس المنتخب ده جماعيا منتخب تقيل قوي قوي قوي، ومنتخب بيقدر ان هو باللعب الجماعي، وبيقدر ان هو عندهم سيستم او تكتيك بيقدروا يلعبوا بيه. فانا بحب الصراحه اتفرج على منتخب الاردن ده. والناحيه الثانيه منتخب الجزائر، منتخب الجزائر اللي هو بيصنف انه من اقوى 4 في القاره فاهم، اقوى توب 4 توب 5 الجزائر كده كده موجوده. فان انت منتخبين عربي واسيوي والاثنين كويسين جدا موجودين في المجموعه، فممكن اصلا واحد فيهم يصعد تاني والتاني يصعد تالت عادي. ممكن تخطف نقطه من الارجنتين اقول لك يعني فاهم، مش هقول لك تكسب، لا تخطف نقطه عادي وارد. ممكن ان هي تكسب النمسا عادي، يعني ممكن مثلا هنتكلم عن الجزائر مثلا تقدر ان هي مثلا تتعادل مع الارجنتين وتكسب النمسا وتصعد تاني عادي. تقدر مثلا منتخب زي الاردن يكسب النمسا مثلا ويتعادل هو والجزائر، فيبقى الجزائر 5 والاردن 4، واحد يصعد تاني وواحد يصعد تالت عادي. باذن الله باذن الله المجموعه دي هتشوف منها فريق عربي بنسبه كبيره هيصعد، وان شاء الله ان شاء الله الاثنين يصعدوا. زي ما قلت لك النمسا تقدر الاردن او الجزائر يتعاملوا معاها وانا عارف انا بقول لك ايه. فلو تسالني فانا شايف ان الصراحه
الجزائر تقدر ان هي تصعد تاني، والاردن ان شاء الله تقدر ان هي تصعد تالت. وانا شايف ان البطوله دي لا، انت هتشوف منتخبات عربيه في الدور التاني. شايف ان احنا ممكن نشوف على الاقل منتخبين او 3 كمان يقدروا ان هم يصعدوا للدور التاني، يا رب كلهم يعني. بس وبكده نبقى اتكلمنا عن حظوظ كل منتخب عربي في ان هو يقدر يصعد لكاس العالم. طبعا ده مش فاهم، انا ما توقعتش ولا قلت لك الاول مين ولا التاني مين ولا مين هيصعدوا احسن توالت. احنا بنتكلم فاهم في المطلق، كلام عام كده، لان كده كده لسه على كاس العالم بتاع 6 7 شهور. يا سيدي لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو بننزله. سلام عليكم.